اهلا بيكم بودكاست مع طارق علام، وبنقدم مواهب بس مش عاديه. بصراحه يعني انا بحب اسمع حاجات شرقي حاجات غربي، لكن اللي هنقابله هنا يبقى عنده نوع من انواع التميز. اللي بنشوفه هو شبه اعجاز. ستيفن روماني الشاب اللي ممكن يكون مثلا عنده نوع من انواع الريتايرد، او انه بيحصل نوع من انواع الاندماج في المدارس العاديه، لكن يكون موهبة ويكون بيقول تواشيح دينية للمسلمين، يكون صوته يطلع ويباهي بنفس درجة الإتقان الشيوخ الكبار. ده معجزة. التحية وجبة لوالدته لمدرسته لكل اللي علمه. أهلا بيك يا ستيفن. اهلا بيك يا استاذ طارق. أنت عامل إيه؟ انا الحمد لله كويس. مبسوط بيك والله. وانا مبسوط اكتر ان طلعت مع حضرتك. ده انت يا عم، ده انت نجم جامد. انت طلعت، شفتك في حفله السنه اللي فاتت في الجيزه، وشفتك في احتفال مع الرئيس، وشفتك في احتفال من كام يوم كده في امبابه. يعني انت نجم دلوقتي. بتجيلك حفلات ولا لا؟ مش كتير. مش كتير، ها؟ يا جماعه اللي عاوز اي احتفال ديني، اي احتفال، ستيفن روماني جاهز، وهنحط التواصل الاجتماعي بتاعه على الشاشه معانا، عشان الراجل ده بيعمل شغل جميل. اكتر حاجه انت حافظها ايه؟ مولاي. طب ابدا. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائذ وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. الله 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 الله، الله ينور عليك والله. بشكر والدته. والدتك هي اللي علمتك طبعا. انت درست الانشاد ده فين بقى؟ في مدرسة الشيخ محمود التهامي. وعامل مدرسة الانشاد؟ عاملها فين بقى؟ في السيدة عائشة، في قصر الأمير طاز كده. قعدت قد ايه فيها بقى؟ يعني رحت كم مرة؟ كنت بروح مرتين في الأسبوع. والله فكرة جميلة، يعني ان هو مصري، هو رغم ان هو يعني مش مسلم لكن بيحب الانشاد الديني. وراح المدرسة عند محمود تهامي، هو صديقي يعني، بحييه على المدرسة دي. وتعلمت هناك بقى الانشاد بالاصول، ازاي تفتح كده يعني. بالظبط. اصعب حاجة انت اتعلمتها ايه؟ في انشاد عن يعني مقام الحجاز، ده كان اصعب حاجة. سمعنا حتة كده مقام الحجاز كده. ماشي. الدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا، هذا مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنواره. طبعا دي سهرة غنائية، صوت جميل، صوت ممتع. أنا مبسوط جدا إن معانا موهبة رغم كل الظروف. نفسي أشوفه يبقى ليه أغاني خاصة بيه. نكرم النهاردة شاب تحدى كل الظروف. التحية وجبة كل اللي ساعده وكل اللي ساهم في إنه يقف بقى في حفلة فيها الرئيس، حفلة فيها عشرات الألوف، فيها ألوف يتفرجوا عليه يشوفوه ما يخافش. ستيفن النهاردة بقدم مطرب جاهز، مطرب جامد، ولازم تكمل. انت بتكمل دراستك فين ولا في الأوبرا. في الأوبرا. طب انت نجم اهو. احنا بنكرم ابن الأوبرا واللي لسه مستنيين منه كتير. وديك الهدية بتاعت البرنامج. بودكاستر علام بيحييك، ووالدتك كده تخش نقول لكم مبروك وبشكرك. والله انا بشكرك، ده حاجة جميلة يعني. طبعا قصتنا النهارده بنقدمها لكل ام وكل اب. عندكم هديه، عندكم في مواهب كتيره قوي. شوف ابنك بيحب ايه. قصه ستيفن بنطلع منها ان ممكن ابنك بيعرف يرسم، بيمثل، بيغني، بيكتب شعر، بيحب الموسيقى، ايا كان المرض اللي عنده. نشوفه زي نجمنا النهارده ستيفن روماني. بودكاست مع طارق علام، في انتظاركم، تواصلوا معانا.